أفكار لصناعة صديقك المفضل 5. اصنع صديقك المفضل هي أول مجموعة تصنيع شخصي أو DIY كيت من إنتاج علا بشير آرت ستوديو. اللعبة بتساعد كل الأطفال من 7 سنين وأحيانا أصغر حسب اهتمامهم بالفنون واهتمام أهاليهم بتنمية مهاراتهم فيها من بدري، ولحد 70 سنة إنهم يعملوا عرايسهم بنفسهم بالشكل اللي يحبوه. اللعبة بتقدم لكم قطع خشب وخامات تانية كتير تقدروا تستخدموها في صناعة صديقكم المفضل، وتقدروا تستخدموا أي خامات حواليكم تانية. كمان فيها جايد للكبار بيخلي تجربة اللعب بيها أحسن على المستوى الفني والنفسي. وهنا على يوتيوب بنعمل أفكار لصناعة صديقك المفضل. النهاردة هنعمل خروف العيد. كل سنة وانتوا طيبين. في أكتر من طريقة ممكن أعمل بيها الخروف. أول طريقة إن أنا أخليه على شكل الخروف بالظبط، فأخلي الجسم كده بالعرض والراس تكون هنا، وبعدين أعمل رجلين بس أنا عايزة أعمله كرتون شوية أو كأنه عروسة أو لعبة، مش عايزة أعمله كأنه حيوان، فهعمله كده واقف. وهعمل الراس لا كده أحسن. ودول ممكن يبقوا رجلين أو أقدام لعرايس تانية، بس أنا هعملهم ودان وهحط له الإيدين دول والرجلين دول. ثم هجيب المسامير وابتدي أركب. همسك راس المسمار بإيدي الشمال والف الصامولة ناحيتي بإيدي اليمين، وكده فتحت المسمار. بعد كده هجيب القطعتين اللي عايزة أركبهم في بعض وأشوف أنا عايزة أحط مين فوق ومين تحت. أنا عايزة أحط الودان فوق، فهدخل المسمار فيها هي الأول، وبعدين في الراس، واكون مثبتة المسمار كده بصباعي، وبعدين اربط الصامولة. وبعدين اللي بعده. كل حاجة باجي اركبها بفكر انا عايزة مين يبقى قدام ومين يبقى ورا، فانا عايزة الوش يكون قدام، فهركب المسمار فيه هو الاول. كده نكون خلصنا تركيب الخشب. هشيل المسامير واجيب الالوان عشان نبدأ. عايزة بقى اكون لون بشرة، فهستخدم ال3 الوان دول. هحط الاول شوية ابيض، وبعدين هبدأ ازود الوان لحد ما اوصل لدرجة اللون اللي انا عايزاه. دي جميلة قوي، فيلا بينا بقى نلون. هسيبه لحد ما ينشف. ترى كده بقى ناشف. ودلوقتي هنعمل كور البومبوم اللي هنحطها هنا وهنحطها على الجسم كله. هجيب بقى الخيوط، هختار اللون الابيض، مع انه يبقى لذيذ قوي لو عملت خروف باللون البينك، بس انا هختار اللون الابيض.
وهجيب أتخن خشبة في اللعبة ما استخدمتهاش عشان ألف عليها الخيط. هبتدي بقى ألف الخيط حوالين نص الخشبة، أثبت بس الطرف بإيدي كده لحد ما ألف شوية، وأخلي الخيط مهوي شوية وأنا بلف عشان لما أخلص لف أعرف أحركه وأخرجه من الخشبة. كده بقى حلو قوي. هقصه بقى، وبعدين هقص كمان حتة خيط طويلة قد كده، واطلع بقى الخيط من الخشبة. شايفين طلع ازاي بسهولة عشان ما كناش مضيقينه قوي على الخشبة. وبعدين هلمه كده واحطه على حتة الخيط الطويلة وهربطه بيها. بتعرفوا تعملوا عقدة؟ بمسك الخيطين وبخلي الخيط اللي في ايدي اليمين يلف من قدام كده، وبعدين بجيب الخيط اللي من ورا قدام وادخله واشد جامد قوي قوي، وبعدين هعمل عقدة كمان. انا دايسة بصباعي كده عشان الربطة الاولانية ما تهويش، بس انتوا ممكن تطلبوا من حد مساعدة ان هو يمسكهولكوا على ما تعملوا عقدة كمان. ترى شكله بقى فيونكة. بعد كده بقى هجيب المقص وهدخله كده واقص من الناحية دي، ونفس الحكاية من الناحية التانية. اتأكد اني قصيت كل الخيط. وده بقى شكل الكورة لما قصيناها. هنجيب بقى نصها كده ونصها كده، بعدين هنقعد بقى ايه نساوي الزيادات دي. وده بيكون شكل كورة البومبوم الواحدة. عملت بقى منها كتير، فهجيب جسم الخروف عشان ألزقهم عليه بالدبل فيس. هقص حتة من الدبل فيس والزقها على الكورة، وبعدين اقشرها. هو فكرته ان هو بيلزق من الناحيتين. والزقه على العروسة. وهعمل كده في كل الكور وهلزقهم في بعض عشان اداري جسم الخروف خالص. وهحط له بومبوم في رجله كمان. هو غالبا الخروف ما بيكونش عنده في رجله فرو من ده، بس انا عايزه احط له، حاسه شكله هيبقى عسول. وطبعا لازم احط فوق راسه.
بعد كده هعمل له عينين هلزقهم بالدبل فيس برضو، وكل الحاجات اللي احنا استخدمناها في الفيديو ده بتكون موجودة جوه اصنع صديقك المفضل. بعدين هلون المسمار ده باللون الأحمر عشان يكون بق الخروف. وكده انا هكون خلصت صناعة صديقي المفضل، ودلوقتي جه دوركم تقدروا تطلبوا اصنع صديقك المفضل من فيسبوك او انستجرام، اللينكس تحت في الديسكريبشن عشان تجيبوها هدية العيد. كل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش تكونوا مبسوطين وتملوا العالم حاجات حلوة اكبر منكم بكتير. سلام.